نعم بحياتنا كنا نتمرض، لكن اكو امراض كلش اقوى من انه هي تخلص بنادول او انه تقعد بالفراش يومين. ناس تفقد حياتهم بسبب امراض خبيثه تصير، ناس يقدرون يقاوموها ويواجهوها بالحب بالاراده. شخص شاب عمره 19 سنه واجه مرض خبيث بالرسم، بالتصوير، بالكتابة. تصفيق كبير لمصطفى نادر. راح اخذ سيارتي وياكم. ليه بطل السؤال؟ السلام عليكم. اسمي إيه. مصطفى نادر من دلاوي. صوت زين؟ عمري 19 سنة. ارسم، اصور واكتب، والمهم استمتع يعني. كنت صغير كان حلمي ادخل الفنون الجميلة. كان حلم صعب يعني، ضغوطات الاهل، وكان الكل ما يحب الفنون يعني. الكل عبالهم الفنون تنبكتشي. الناس كلها ما تعرف فنون يعني، نقول لها فنون يجي بواعي. قدرت احقق حلمي الحمد لله والشكر، ودخلت الفنون الجميلة. رسام، قسم التشكيل. لا كمل. شوي شوي قدرت اطمح واسوي صفحه على الفيسبوك، ومن خلال البيج اتواصل ويا الناس. من خلال الصفحه، من خلال الرسم، من خلال التصوير، حبيت انشر فيديو يتحدث عن ثقافه الابتسامه بعنوان عزيز الضايج. الفيديو يعني سويته على اساس اصدقائي الضايجين، الناس اللي ما اعرف ليش ضايجه، الناس اللي تبكي 24 ساعه يعني ما يشبيهم ضايجين. ايش بيكم؟ شو اسوي لك؟ يجي ضايج، صديقك ضايج، وكل شيء ما بيه. يعني اهله وامه وابوه يصرفون عليه، ما يشتغل، يدرس، كل شيء ما بيه، بس هو ضايج. بعد قبل عدة اشهر سويت فحص بمستشفى امراض الدم. تبين عندي انه سرطان، مرض خبيث. من قالوا لي عندك سرطان فرحت، ما اعرف ليش يعني. فرحت كلش، صارت عندي طاقة كلش قوية. فكرت انه شلون انا استغل السرطان حتى اوصل للناس اكثر، شلون اعور السرطان عن طريق ثقافة الابتسامة واستمراري بالابتسامة. قدرت اسوي العملية وقدرت انجح بازالة مرض خبيث من نوع خطير داخل جسمي. وحاليا انا بطور العلاج الكيميائي. عندي جلسة سويتها قبل اسبوع، وبعد عندي جلسات. رغم هذا انا ابتسم، واني اضحك، واني سعيد، واني ارسم، واني اصور، واني اكتب، واني كل شيء اسوي، واني احب. هدفي انه الانسان ما يستحي من كل شيء هو يسويه، ما يستحي يصور، ما يستحي يرسم، ما يستحي انه مريض، ما يستحي انه يكون معاق، ما يستحي انه يكون باي خلل يعني. اذا المعاقه مو اعاقه الجسد ولا اعاقه المرض. من قالوا لي عندك سرطان ووقع شعري، كان اتصدم بالبدايه. ليه ما طقيت لي؟ بس انا كنت اضحك يعني، هذا حدي مو مصدقاني فيها سرطان. يعني الموضوع ما تعقله بسهوله انه انت مريض. زين انا كل شيء ما ادري، بس انا كل شيء ما احس. الحين ما اخذت العلاج الكيميائي ووقع شعري، قررت البس بيريه عسكريه. لان اقوى شيء واقوى مثال بحياتي هو الجيش. جيشنا العراقي البطل. من الجيش استلهم القوه. من الجيش اخذ الدعم. من الجيش اخذ كل شيء. اخذت القوه من عندهم، واخذت عن طريق هاي البيريه. اولا هي البسها شرف الي، كنت اتمنى اتطوع بالجيش بس ظروفي ما سمحت لي. الحمد لله والشكر على كل شيء، وانا فرحان بالسرطان وفرحان بقدر كل شيء. شكرا جزيلا لكم.